السلام عليكم حبايبي متابعيني، إن شاء الله صحة وعافية. واليوم أجيلكم فيديو طبعا كلش مفيد، ويا رب إن شاء الله راح تستفادون من عنده لأصحاب قليلين الرزق أو لأصحاب المشاريع الصغيرة وحابين أن يسترزقون من عندهم فيقرون هذه الصورة المباركة الكريمة من القرآن الكريم. ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا عندي أولا بداية الفيديو أنا صورت لكم، طلبوا من عندي الكيكة العصرونية أو الكيكة آه، اللي انتوا دائما تسووها الاقتصادية. حبايبي أنا منزلتها طبعا وبهواي طرق، فحبيت إنه أنزلها مرة ثانية لحتى تستفادون منها. هنا عندي 4 بيضات، عندي قلاص ونص من الشكر أو السكر، قلاص من الحليب، نص قلاص من الزيت النباتي، ظرفين من الفانيلا، وملعقة من الخل، وأكيد ما ننسى إضافة رشة الملح. وطبعا حبايبي هاي المواد السائلة كليتها راح أخلطها إلى أن يذوب الشكر، وأرجع أخذ قلاصين من الطحين وملعقتين من النشا وملعقة من البيكنج باودر، ملعقتين النشا إضافة من عندي تنطي الكيكة بياض وهشاشة طبعا وتخبض وتجنن، وما شاء الله طلعت الكيكة كلش طيبة وهشة بنفس الوقت. حابين تقللون من البيض، أنا لكون البيض حجمه صغير خذيت ال4 بيضات. أنا دائما أسوي الكيكة العصرونية أو الكيكة الاقتصادية 3 بيضات كلش كافي إذا كان حجمها كبير. وأكيد نخلطها، طبعا نخلط طحين ونضيفه على هذه المواد السائلة وندخلها الفرن مدة نص ساعة. تستوي الكيكة ما شاء الله تبارك الرحمن. حبايبي وأكيد سهمكم العافية. نرجع اللي قلنا أصحاب الرزق القليل أو اللي ما عندهم رزق، قسما بالله أني كنت أقرأها، يعني أنا كنت يعني أنا دائما يعني أسويها هذه، يعني أقرأها دائما بصورة مستمرة. الإلافة قريش، سورة قريش قرأت 3 مرات على الفلوس أو على المال. أقسم بالله رزق مبارك كريم ما شاء الله تبارك الرحمن، خير وبركة والله العظيم. يعني حتى مجربته إنه الرزق من أقرأ عليه، يعني المال اللي أقرأ عليه أو الفلوس اللي أقرأ عليها سورة قريش 3 مرات ما ينفذ بسرعة من عندي. بالله الكريم أبقى يعني أجمع عليهن ويزود الخير ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. وسورة قريش طبعا عندنا صور كلش هواي للرزق، عندنا أيضا سورة الواقعة اللي حكيت لكم عنها قبل هذا الفيديو. ما شاء الله تبارك الرحمن والله العظيم خير وبركة ورزق واسع ما شاء الله. سورة الواقعة وسورة قريش ولا بد منها إن الرزق ما شاء الله عليها. تقريد سورة قريش على الفلوس قلنا أو على المال 3 مرات أو 7 مرات، هاي بكيفكم، بس أنا صراحة كنت أقرأها 3 مرات. هنا عندي سورة قريش للرزق، سورة قريش للطفل اللي يخاف، اللي عنده خوفة، ومو بس للطفل حتى إذا كان شخص كبير يخاف عنده خوفة، أو إذا كان أنت عندش خوفة دائما تخافين من شي، فأقرأي سورة قريش عندما يعني توصلين إلى وآمنهم من خوف، تعديها 7 مرات، يعني ترددين وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف 7 مرات بس هذه الكلمة من توصلين إلها. بالله الكريم أيضا مجربة ما شاء الله ويروح كل الخوف إن كان من الطفل أو إن كان من الكبير. عندنا أكو أحدى المتابعات قالت لي شلون أحصن بيتي وعائلتي من الجن الشيطان الإنسان. الإنسان ما معصوم حبايبي، الإنسان دائما يغلط ويسوي شغلات بحياته مو حلوة، ولا بد منه أن يتندم على هذا الشيء. حصني بيتك حبيبتي بآية العفو بسورة البقرة.
وآية الكرسي. تقرأين سورة البقرة وآية الكرسي مستمرة عليها يوميا. قولي قربة لله تعالى أحصن بيتي وزوجي وأطفالي أو أولادي وبناتي، يعني عائلتش بأكمل. المهم تحصنين بيتش وتقرين سورة البقرة وآية الكرسي بنية التحصين، وهي ترفع عنكم المكاره والمشكلات والجن والشياطين، أعوذ بالله منهم. وقراءتها طبعا عظيمة، وتبعد عنك كل ما هو شر. الله يبعد الشر عنكم وعنا إن شاء الله يا ربي. وأحب أذكركم بآية الكرسي، من قرأها في صباحه أصبح في الصباح الثاني، يعني من الصباح إلى الصباح إذا قراها يعني مرة واحدة أو مرتان، هاي بكيفكم أنتم. تكونين في حفظ الله. وأن قرأتوها بعد كل فريضة من الصلاة، هذا قول للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، توجب لك الجنة. ما شاء الله تبارك الرحمن، شقد عظيمة آية الكرسي عند الله. وتبارك الرحمن صور القرآن كلها هي اللي مثل ما نقول دواء لكل داء، اللي بيها يشفي، واللي بيها يرزق، واللي بيها قسمة تيسير القسمة، واللي بيها تيسير الذرية. طبعا سبحانه وتعالى كل صورة إلها فضلها، وفضلها عظيم كلها عند الله. حبايبي أتمنى أنه ما تنسون اللايك وتفعلون الجرس. وأحب أنبه المشتركين اللي عندي القديمين والجداد أن يسوون سحب ورد، يلغون الاشتراك ويرجعون يشتركون لي. ويش؟ لأن ما قاعد يوصلكم إشعار. وصلني عن طريق قناتي، إجاني يعني تنبيه إنه إشعاراتي ما يوصلون للمشتركين. فيا ريت حبايبي، وجزاكم الله خير. وأرجع لآيتنا اللي هي آية الكرسي، اقروها يوميا. ما شاء الله تكونون في حفظ الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. وهي كل الزينة، وتبعد المكاره ومشاكل البيت، مشاكل العائلة، مشاكل الأولاد، هداية للبيت ما شاء الله. وهنا عندنا من قرأ سورة قريش أيضا، عندما تقولين أو تقريها على طعام يعني تخافين منه إنه يضيج، ما راح يضرك أي شيء. واستودعكم بالله حبايبي، في أمان الله.